السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد ديكو، شركة دي ديزاين. احنا فين؟ احنا في موقع فيصل. الموقع ده مساحة 140 متر. الموقع ده هنتكلم على تفاصيل التشطيب. قبل ما نتكلم على تفاصيل التشطيب، دايما يا جماعة اي شركة او اي مهندس بيجي ده مش بيهتم بالشكل فقط، لكن بيهتم بالشكل والوظيفة اولا. بمعنى ايه؟ ان احنا بنوزع اماكن الزونز واماكن الفرنتشر بالظبط، بناء عليه اماكن الفيش، اماكن التأسيسات بالكامل. هنتكلم النهارده على التقسيمه بتاعتنا بكامل الشقه. اول لما دخلنا من باب الشقه، معانا اول حاجه باب الشقه، باب مصفح تصفيح كامل بيقفل على لوح الكهرباء. في حد طبعا معظم الناس يقول لك انا لوح الكهرباء بتبقى مزعجه جدا بالنسبه لي. طب احنا عالجنا المشكله دي ازاي؟ عالجنا المشكله دي ان احنا عملنا ليها ارفف زي ما حضراتكم شايفين كده، سوفت مخبيه الشكل زي ما حضراتكم شايفين. طيب ايه التجليده اللي على يميننا دي بالكامل؟ التجليده دي احنا اللي مصنعينها، ده مش بديل خشب، لا ده احنا مصنعينه. ده خشب واخد قشره وبديل الرخام، وبرضه الخشب الفلات مفرغينه سي ان سي. بديل الرخام برضه خشب مفرغينه بالسي ان سي. اللون مع ماتشنج الالوان مديه طابع حلو جدا للي داخل من المدخل. معانا على شمالنا معانا حمام ضيوف متر في متر. الحمام ده واجهنا فيه صعوبة ان على يميننا هنا بالكامل ده كله عمود، وده شباك، وهنا ده مدخل السلم، فده يستحيل عمل فيه اي تعديلات معمارية. طيب احنا عملنا ايه هنا؟ حطينا حوض 45، حطينا القاعدة بتاعتنا، وعملنا الباب الجرار. اصبح ان هو كويس جدا. طيب حمام الضيوف او الجيست تيبلت لازم نحافظ عليه جدا. العميل اللي داخل او الضيف اللي داخل لحضرتك ما ينفعش ان هو يخش الحمام يكشف الدنيا كلها. طيب نخش بعد كده على المطبخ. المطبخ معانا اول حاجه دايما بنستخدم المعابر الامبراطور مع التجليده، بتدي شكل، بتكحل المعبره بشكلها حلو جدا. نخش بعد كده على المطبخ. المطبخ التوزيعه ومثلث الحركه اللي احنا لازم نحافظ عليها في وضعيه المطبخ اللي انا بتكلم عليها في فيديوهاتي دايما. معايا هنا مكان للحوض، تاسيس للفلتر، باريزه الفلتر، معايا غساله الاطباق، باريزه الغساله، معايا المطبخ بالكامل متحزم ببرايز. معايا هنا الغساله، غساله الهدوم برضو الباريزه والباريزه بتاعتها. معايا هنا مكان للبوتاجاز، دايما البريزه بتاعت البوتاجاز بتبقى على الواطي عشان ما تتحرقش. ومعايا هنا سلك، السلك ده بتاع الشفاط. لو خدت بالكم من فوق عاملين الهود بتاعنا بيطلع مباشره، بيطلع دخان بره. معانا على الجزئيه اللي على الشمال الثلاجه والديب فريزر. وشوفوا خدتوا بالك حضراتكم كميه البرايز اللي موجوده في المطبخ. وبرضو عندنا كشافات الطوارئ. السقف ليد بروفايل مع اسبوتات، حاجه هاديه، حاجه شيك، حاجه محترمه. نطلع بعد كده على الريسبشن. الاناره بالكامل بتاعت الريسبشن من هنا. طب ايه المفاتيح دي كلها يا باشمهندس؟ المفاتيح دي كلها ان كل زونه لازم يطلع فيها ثلاث سلوك. بمعنى ايه؟ ان الاسبوتات بتبقى على خط، الليد بروفايل بيبقى على خط، بيت النور بيبقى على خط. طيب احنا هنا في السايد ده كان المساحه مش اكبر حاجه، ولازم ندي انطباع ان الشقه تبقى واسعه، فعشان كده اخترنا البورسلين البيج الفاتح، مدي انطباع كويس جدا انت داخل في مساحه معاك. طيب المكتبه اللي احنا عاملينها دي، المكتبه دي مكتبه عموله. العميل هنا كان بيحب استغلال المساحات، يحب ان كل حاجه تستغل، فعملنا ارفف يتحط عليها الديكورات. معانا ليب بروفايل تحت كل الارفف. ده كان عمود، العمود حاطين عليه استربات خشب برضو من تصنيعنا، ماخد شكل القشره، بديل الرخام، اليونت المعلقه، المنظومه التلفزيون بالكامل، تاسيس هنا للساوند سيستم والجهاز في الدرج، سوفت كلوز كل الادوار. برضو نفس الموضوع، استغلال مساحات تخزين. هنا برضو كان في نفس العمود اللي هناك بنفس الاستربات اتحطت مكان النجفه. مكان النجفه هنا الانتريه فوق الترابيزه بالظبط. نخش بعد كده على الزونه الثانيه. طيب مكان التكييف هنا فين يا باشمهندس؟ مكان التكييف هنا الزونه دي كان تكييف 5 حصان مأسسين له هنا، ده الصرف، ومواسير الفريون من هنا في الارض طالعه على البلكونه. طيب
ومواسير الصرف بتطلع على الحمام، مكان التكييف، مكان البوفيه، استغلال نحطينا هنا 2 باريزه فوق البوفيه. طب سلك ايه ده؟ ده سلك المرايه بتاعه البوفيه وانارتها من ورا. الجزء اللي على شمالنا ده ايه؟ ده مكان للنيش، ما حطيناش فيه ديكور، كده كده النيش هيتحط هنا هيخلي شكل المكان كويس جدا. اماكن النجف بتتحط بالظبط فوق السفره مباشره. خدنا طابع، خدنا حطينا هنا البانوهات على الجزء اليمين، عملنا ستايل نيو كلاسيك شكله حلو جدا، ريسبشن شكله مناسب. ولو خدتوا بالكم العمود اللي هناك برضو ردينا عليه بنفس شكل المكتبه ونفس شكل اللي عند البوفيه. نخش بعد كده على الغرفه الماستر، الغرفه الرئيسيه. خدنا تحت السيراميك الباركيه، خدت شوف الشكل ما بين الباب التركي الجاهز مع السيراميك الباركيه، ماتشنج الالوان حلو جدا. نخش بعد كده على التقسيمه بتاعتنا. التقسيمه بتاعتنا معايا هنا سرير 180، معايا هنا كومود، معايا هنا كومود. دايما في اي شغل لينا ان احنا بنعمل الديفيتر، بننور من هنا وبننور من هنا، ده الاناره اللي ورايا وده الديفيتر بتنور برضو من هنا. كومود مكان للدولاب بالكامل، شكل ماتشنج الالوان محترم. مكان التكييف هنا كان باك تو باك، معايا برضو تجاريد الاستربات الخشب، منظومه التلفزيون، الاناره بالكامل، كشاف الطوارئ موجود هنا. طيب هنتكلم عن تركايه بسيطه جدا. احنا في مواقعنا العميل سواء هيأسس هيعمل شطر مش هيعمل شطر، احنا بنأسس له وبنحط له زرار الشطر وبنطلع خرطوم لبره. هو في المستقبل هيركب شطر بيحط السلك بتاعه بيركب، ما بقاش فيه تكسير معانا. نطلع بعد كده على الحمام الرئيسي اللي بيسيرف على الغرفتين. انا عامل هنا في الحمام اول لما اخش في سنسور هيقيد الاضاءه بالكامل، مش محتاجين ان احنا ننور الحمام. طيب اول حاجه دخلنا على الحمام، البورسلين برضو 120 في 60. معانا هنا وحده 85 ديورافيت، خلاط سان بيور، الاكسسوارات بالكامل، المرايه التاتش. معانا هنا مسافه 40 سم استغليناها في دولاب، وحدات تخزين، كشافات الطوارئ. معانا بعد كده القعده الدفء والقعده المعلقه، خزان الدفء. عملنا فوق الرخامه شكل الذهبي مع الذهبي. نتكلم على تفصيله مهمه جدا، تفصيله مهمه جدا، الزاويه المستخدمه هنا، شوفوا جمالها وتفاصيلها، وانا قاصد احطها عشان تدي طابع مع الجولد شكله حلو جدا. الزاويه دي في منها حاجه رخيصه جدا وفي منها حاجه غاليه جدا، ما بتصديش، حاجه محترمه جدا. نخش بعد كده على البانيو الزاويه الاستانلس، تقفيل البورسلين، الشاور بانل. هنا هيتحط قطوع 60 سم منعا لبروز الميه. ورا الباب مؤسسين لمكان الغساله الثانيه، في غساله هدوم وهناك غساله هدوم، ومكان للسخان ومفتاح السخان وبريزه ايضا. نخش بعد كده على غرفه الاطفال. طبعا برضو الساوند سيستم بكامل الشقه، كشافات الطوارئ بكامل الشقه، الديفياتر بكامل الشقه. معايا هنا سرير 120، معايا هنا كومود وبرضو الساوند سيستم والديفياتر، سرير 120. ده كلها مكان للدولاب. هنا عملنا مكتب معلين باريزه على ارتفاع متر، ومنظومه التلفزيون بالكامل، والويل بيبر مجمل شكل الغرفه. نطلع بعد كده على الليفنج. وانا طالع على الليفنج بصوا على شكل الريسبشن وشكل البيج اللي مدي وسع في المكان. نطلع بعد كده على الليفنج. كان معايا هنا في الليفنج بروز عمود في الحته دي 40 سم، فبروز العمود في 40 سم اصبح ان مش احسن حاجه في وضعيه الركن، هيبقى فيه فراغ ورا كبير. العميل بيحب يستغل المساحات جدا. في ناس تقول لك انا معايا عمود 40 سم يبقى اجلد ده كله جبسن بورد، ده مش احسن حاجه. الفكره كلها مع الوظيفه واستغلال المساحه. شوفوا هنا استغلال المساحه، الارفف، وحدات التخزين اللي مش باينه، شوفوا شكل القشره اللي جوه وشكل القشره اللي بره، مديها طابع كويس جدا.
وشوفوا وحدات التخزين وطريقتها وجمالها والارفف وجمالها. معانا هنا مكان للتلفزيون، معايا هنا مكان للركنه. ليه البرايز دي عاليه يا باشمهندس؟ البرايز دي عاليه عشان هنا مكان الركنه يستخدمها كويس. معايا برضو الساوند سيستم، هنا الساوند سيستم عند مكان الاداره لان ده الليفنج مش زي غرف النوم، ومكان الاناره وكشاف الطوارئ والاناره كل حاجه على زرار وليس زرار واحد يشغل المنظومه دي كلها بالكامل. وطبعا السبوتات المتركبه دي سبوتات مستورده 3 لون، السبوت منفصل عن اللمبه، دي حاجه بتبقى مكلفه، حاجه كويسه جدا. اتمنى ان انا اكون فدتكم، اتمنى ان انا اكون وصلت لكم حته ان الوظيفه وليس الجمال. الجمال هيتوفر ولكن لازم نوفر الوظيفه او احتياج العميل في الشقه احنا نهندلها له. اتمنى ان الشقه تكون عجبت حضراتكم واكون فدتكم. شكرا.